جيت عين امي وارح لي، قلت له تمنعونا على نتاي الجاي نجي لها انا تمنعوها. لا يا ولدي ولا لك ودي لك ما فيش مشكلة عادي، بس المشكلة هي أصلا مع أبوك وأخوك سعدون، وبعد أبوك قدده حيث دي خاف من أخوه سعدون ولا إيش؟ زيد لا تغطش على ابي. أيه على زكريا إيش بتفعلوا يا ولدي؟ لا أنت ولا أبوك ما تستلوا تفعلوا حاجة. انا استحرمك لا تقلش من استحرام. إيه على زكريا قد يهدد ضارب ها وقد تهدد. لا بدك تضارب ادي ولدك وانا ضاربه ولا ما تعالى كسر راسك. راسك أنت يا قليل الأدب ها؟ نعم كسر راسك يلا. حاج مسعد اسئله. يابا اشبك غير علي ايش باش غير علي. والله لو قلت عند نقتل ما تجي هكذا. اشقد وعند يا ولدي. الحاج مسعد اتحداني ان انا اتابع وانا تفتح. اقول له انا استحرمك وهو ما رضيش وانا رجعت افتح افعل لي حل. حاج مسعد يا محمد. وانا قد انا فعلت واجبي لكن انت قال ورحمة الله. دي هذا الكلب مجحوف. خلاص لا تجيه ولا تجيه قال ان انا جيت انا. سعيد وانا قلت لك لا تجيش تدخل قريتنا والله لا كسر رجلك، لكن ذا الحين قد بيناها. اسكن هاني عند ملتي وبيتي. والثأر الذي بيننا ذي قتل الحاج مسعد. محمد ولد الوليد الآن. وقد مات الحاج مسعد هو قال للولد نعادوا هاني لا على انا جيت ازوره. الحاج قد مات ذا الحين ذا الولد الآن نسلمه للدولة. ننتبه لكلامك وبعد اكرام الميت دفنه ولا جهز القبر واحنا نهتم بالقضيه. تمام يا شيخ، لكن ولا شيء ولا بسرعه ملك وانت يا محمد ولد زكريا بسرعه نقول له هو قتل حمزه ولا كيف. يا شيخ اقسم بمن خلق السماوات بدون عمد قصدي انه جاي ضارب ويدافع وانا قلت وانت قلت تقتله. انت يا زكريا حتى لو يقول لك اكبر منك استعرمه اسقى مع صاحبك اكبر مني ليش تتحمل بظلمه والان باين على وجهك الصدق ونتنادم بالديوان.